السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز أتكلم مع الناس اللي بتدي وبتدي وبتدي وفي الآخر تحس إنها فاضية من جوه، ادت كل حاجة وما جالهاش أي حاجة. لو أنت الشخص اللي دايما موجود علشان الكل، اللي بيحب يحل مشاكل الناس، اللي بيواسيهم وبيسامح، اللي بيعدي، لكن لما تيجي تحتاج حد تلاقي الدنيا ساكتة. خليني أبدأ بسؤال بسيط: هو ليه ربنا خلق الدنيا بنظام الشهيق والزفير؟ ليه ما خلقناش نصفر بس؟ تخيل كده انك قررت تبقى كريم جدا وتطلع النفس وما تاخدوش تاني، هتموت طبعا. الحياة نفسها قايمة على الأخذ والعطاء، لو واحدة منهم اختفت التانية بتنهار. بص للطبيعة، الشجرة بتدي ثمر وبتدي ظل وبتدي أكسجين، بس لو ما خدتش شمس وما خدتش مية أو التربة ما تغذتش تنشف وتموت. مفيش شجرة عاقلة تقول أنا هفضل أدي عشان أبقى طيبة حتى لو هموت. الطبيعة مش بتشتغل بالعاطفة، بتشتغل بالتوازن، لازم تبقى متوازن. طيب ليه احنا بنكسر التوازن ده؟ أول سبب، احنا رابطين قيمتنا بالعطاء، إن احنا لازم ندي. يعني أنا حاسس إن الناس هتحبني طول ما أنا مفيد، فأفضل أدي عشان ما أخسرهمش. تاني سبب، الخوف من الرفض، لو قلت لأ يمكن يزعلوا، لو طلبت يمكن يقولوا عليا خفيف ولا تقيل حتى. تالت سبب، اتعودنا نكون العمود اللي شايل الكل، بس نسينا ان حتى العمود لو اتحمل فوق طاقته بينكسر. خليني اقول لك حاجة، العطاء من غير حدود مش طيبة، العطاء من غير حدود استنزاف ومضيعة للوقت. والاستنزاف بيعمل حاجة خطيرة، بيخلق مرارة في الأيام. تيجي تقول أنا عملت عشانهم كل حاجة، أنا واقف جنبهم دايما، ليه محدش واقف جنبي؟ وهنا تبدأ القسوة تدخل. بص للقلب، القلب بيدفع الدم لكل الجسم، لكن الدم لازم يرجع له تاني. لو الدم خرج ومرجعش القلب يقف، الدورة تقف. انت مش مطلوب منك تبقى بنك مش بيفلس، ولا محطة طاقة مفتوحة 24 ساعة. فليه انت حاطط نفسك في دور المنقذ دايما؟ خليني اكون صريح معاك، لو انت بتدي طول الوقت ومحدش بيديك، يا اما انت ما بتطلبش، او يا اما انت بتختار ناس مش قادرة تدي، او يا اما انت بتدي زيادة عن اللزوم عشان تحس بقيمتك. وفي التلات حاجات محتاج تراجع نفسك. التوازن مش انانية، التوازن وعي. يعني ايه توازن؟ يعني لما تتعب تقول انا محتاج ارتاح، لما حاجة تضغط عليك تقول مش قادر دلوقتي، لما تحتاج دعم تطلبه، لما تلاقي العلاقات كلها اخدة منك بس لازم تعيد تقييمها. دي مش قسوة، ده حماية لنفسك. فاكر النهر اللي بيجري طول الوقت بيتغذى من منبع، لو المنبع نشف النهر بيختفي. انت فين منبعك؟ عبادة، صحبة صالحة، راحة نفسية، حد بيسمعك، وحد جنبك من غير ما يسمعك. لو مفيش منبع العطاء هيبقى نزيف. العطاء اللي بيكسرك مش عطاء صحي، العطاء اللي بيخليك أحسن هو ده العطاء الصح. مش كل حد يستاهل نفس المستوى من العطاء، مش كل حد له نفس الأولوية، ومش كل طلب لازم تقول له حاضر. تعال اسأل نفسك بصراحة، هل بعرف أقول لأ من غير ما أحس إن أنا مذنب؟ هل بختار الناس اللي تقدر عطائي؟ هل أنا بعطي عشان ربنا ولا علشان أستنى مقابل من البشر؟ لو العطاء لله يبقى ما تستناش من الناس، ولو مستني من الناس يبقى لازم تتأكد إن العلاقة متوازنة. في النهاية أنت مش مطالب تنقذ العالم، أنت مطالب تحافظ على نفسك علشان تفضل قادر تدي. التوازن مش رفاهية، التوازن ضرورة. ابدأ من النهاردة بحاجة واحدة بس، حط حد صغير في حاجة صغيرة، قول لأ مرة واحدة في موقف آمن، اطلب مساعدة في حاجة بسيطة، وهتشوف قد ايه ده مريح. لأن الحقيقة البسيطة هي الحياة شهيق وزفير.
أخذ وعطاء، واللي يحاول يعيش بنص القانون بيتعب وبيفضل لما بيموت وبينتهي. حافظ على قلبك علشان تفضل قادر تدي من غير ما تستهلك نفسك، والحمد لله رب العالمين.